احنا دلوقتي واقفين قدام تحفة من تحف الآثار المملوكية في شارع الجمالية، خانقاه السلطان بيبرس الجا شنكير اللي اتبنت من 700 سنة، سنة 1309 ميلاديا، واللي قال عليها المقريزي إنها من أجمل وأروع المدارس والخانقات اللي اتبنت في دولة المماليك. مين هو بيبرس الجا شنكير اللي بنى الخانقاه ديت؟ اولا خانقاه يعني مكان لخلوة المتعبدين والصوفية ومكان لتدريس العلوم الدينية، فهي مدرسة وخانقاه في نفس الوقت. السلطان بيبرس الجا شنكير هو ده بيعتبر السلطان رقم 12 في دولة المماليك، حكم مصر سنة واحدة بس، وهو اسمه الأصلي كان السلطان المظفر ركن الدين بيبرس الجا شنكير. الجا شنكير دي وظيفته لأن هو كان مسؤول عن تذوق طعام السلطان قبل ما ياكله، عشان لو في سم أو أي حاجة السلطان ما يصابش بأي أذى. تعالوا ندخل الخنقاه ونتفرج عليها من جوه. زي ما انتم شايفين الخنقاه مبنية بطوب أحمر اللي هو الطوب الطمي، والباب طبعا مكسو بالنحاس. هي إلى حد ما في شبه كبير قوي بينها وبين جامع السلطان بيبرس اللي في الظاهر. هندخل دلوقتي ونتفرج على مدرسة وخنقاه بيبرس الثاني أو بيبرس الجا شنكير. المدرسة ديت هي اتبنت تقريبا في القرن الرابع عشر الميلادي، سنة 1309 ميلاديا، وكانت مخصصة لإقامة علماء الصوفية والمتعلمين، وهي مبنية كلها بالحجارة والطوب الطمي. ده المكان المخصص للوضوء، وفي بئر اهو هنشوفه دلوقتي اهو، البئر دوت المغطى باللوح الابيض ده مكان الوضوء ومكان المية عشان التجهيز للصلاة. الخنقاه فيها عدد كبير قوي من الحجرات، وكانت الحجرات دي خلوة بيستخدمها الصوفية في الخلوة والعبادة وقراءة القرآن. الغريب بقى ان المدرسة والخنقاه دي ما فيهاش اي اعمدة، يعني هي اتبنت كلها بحجارة وطوب، ما فيهاش اعمدة الا في المحراب بس هنلاقي 4 اعمدة. الرسمة اللي احنا شايفينها دي المزولة الشمسية اللي هم بيعرفوا منها مواقيت الصلاة. السلطان بيبرس الجا شنكير كان ليه خلوة خاصة بيه اللي احنا هنخشها دلوقتي وكان بيختلي بنفسه يقرأ القرآن ويتعبد ويصلي ويدعي، ويقال ان هو كان ليه مصحف خاص بيه مكتوب بماء الذهب، وهو تحفة فنية موجود دلوقتي في متحف لندن من ضمن الآثار اللي اتسرقت من مصر وراحت المتاحف الأوروبية. ده مكان اجتماعه بالوزراء والأمراء ودراسة أحوال الدولة خلال مكان سلطان السنة اللي حكم فيها، والمكان ده للتهوية